حالة طارئة هزت الوسط الفني، والكل بيسأل ايه اللي حصل للفنانة الكبيرة حياة الفهد. النهارده الصبح وصلت أنباء صادمة لكل محبي النجمة الكويتية الكبيرة حياة الفهد، أنباء عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة جدا خلت أسرتها نقلتها بسرعة للمستشفى، واستحالة من القلق والخوف عليها. الموضوع بدأ فجأة، مفيش أي مقدمات ولا حتى إشارات إنها تعبانة، وفجأة كل الأخبار بتتكلم عن حالتها الصحية وإنها دخلت العناية المركزة. حياة الفهد أو زي ما الجمهور بيسميها سيدة الشاشة الخليجية ما كانتش بس ممثلة، دي رمز كبير في الفن الخليجي والعربي، وأعمالها كلها محفورة في الذاكرة قبل القلوب، من خالتي قماشة ورؤية وسبيكة لجرح الزمن، وأدوار عمرها ما تتنسي على مدار أكتر من 60 سنة فن وإبداع. لكن النهاردة الصورة اللي عرفناها عنها وهي واقفة على المسرح أو حتى قدام الكاميرا اتبدلت، لأن الفنانة الكبيرة دلوقتي تحت رعاية الأطباء في العناية المركزة، بعد ما كل الدكاترة أكدوا إن الوعكة اللي أصابتها كانت جلطة مفاجئة، والموضوع ده خلى الفريق الطبي يمنع عنها أي زيارة نهائيا، وطلبوا من الجمهور احترام خصوصيتها في الوقت الحرج ده. كل المقربين منها بيأكدوا إن حالتها حرجة جدا ومحتاجة دعوات، وإن اللحظات اللي بتمر بيها دلوقتي صعبة جدا، لكن متفائلين إنها هتقوم منها زي ما دايما بتكون قوية قدام كل الظروف. حياة الفهد اتولدت سنة 1948 وبدأت مسيرتها الفنية في الستينات، وكانت وما زالت واحدة من أعمدة الفن الخليجي، وقدرت توصل لكل بيت عربي بشخصيتها القريبة من القلب، واتلقبت بأم سوزان من محبيها. أما عن آخر أعمالها كان مسلسل أفكار أمي اللي اتعرض في 2025، وقدمت فيه شخصية شاهة الست القوية المسيطرة، وكأنها بتبعت رسالة لجمهورها إنها مهما حصل هتفضل قوية. كلنا دلوقتي بنقول يا رب اشفي حياة الفهد شفاء لا يغادر سقما، ورجعها لجمهورها بخير وسلامة عشان تساعدنا بأعمالها من تاني.